عارف إنك وافقت على حياتك دي بكل تفاصيلها قبل ما تتولد بآلاف السنين؟ دايما بنتعامل مع تاريخ ميلادنا إن هو البداية، لكن الحقيقة إن قصتك أقدم من كده بكتير. تفتكر كنت فين قبل ما تتولد؟ وهل حسيت قبل كده إنك بتعمل حاجة مكتوبة لك بدقة؟ أنا كنت موجودة في المكان اللي أجمع عليه العلماء في إن في حاجة اسمها عالم الذر، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم إنه اتخذ من ذرية سيدنا آدم من ظهوره في الأرواح كلها. اتقابلت في مكان، وقفت قدام ربنا سبحانه وتعالى في يوم الشهادة بتاع ألست بربكم، اتحطينا قدامه وقال لنا إن أنا ربنا وشهدنا. ابتدت الحياة تبتدي على الأرض، كان في بابا وماما وروحي نزلت في الجسم المخلق، وابتديت ان انا اطلع للدنيا، ابتدى يبقى في حاجه اسمها نفس بقى. فانا مؤمنه تماما ان الانسان ما هو الا خالد، جسمه بس هو الذي يبلى. فانا من اول ما ربنا خلقني لغايه ما هرجع له تاني في جنه الخلد ان شاء الله انا موجوده. الهيئه اللي ببقى موجوده عليها بس والمكان هو اللي بيختلف. كل الخطوات اللي مريت بيها في حياتي بحس ان هي مكتوبه بالموقف، بالكلمه اللي سمعتها في السكه وانا جاي اصور البودكاست ده. اصل مثلا ساعات تبقى مثلا ماشي في الشارع فتلاقي واحد بيزعل واحد يقول له يا عم انت ما بتصليش ليه، روح صلي. هو ما بيكلموش، هي رساله جايه لك انت، المسج جايه لك انت. فما اعتقدش ما فيش حاجه اسمها صدفه. كل امر احنا مرينا بيه في حياتنا هو قدر ومقدر ومكتوب، وكل حاجه احنا مرينا بيها هي كانت لازم تحصل بالشكل ده. عارف احساس اللي هو ما فيش حاجه عبثيه في الموضوع، ما فيش حاجه كده لهوجه كده، لا ده مشكله بتمر بيها فتلاقي نفسك حلتها على اكمل وجه عشان تتاهل للنصف نهائي في الحاجه الجامده قوي دي. بس لازم يكون عندك الخبره في الحاجه اللي انت مريت بيها، ستيب باي ستيب تمر بحاجه تتعلم منها تأهلت للحاجه اللي بعد منها. كل شيء مقدر. أنا شايفة إن إحنا كنا في الغالب في مكان تاني، لأن أوقات بتحس إنك التركيبة بتاعتك والأحداث اللي بتحصل في حياتك والناس اللي أنت بتجتذبهم لحياتك وكل حاجة بتحصل حواليك، طباعك، تصرفاتك، ولادك، كل حاجة مش منطقية بالنسبة للمعطيات اللي بره. يعني لو أنا هبص على أنا دلوقتي بأولادي، أنا مش شبه إخواتي، أنا مش شبه أبويا وأمي، أنا مش شبه أجدادي، وبالتالي في حاجة مختلفة. فده معناه إن كل واحد فريد بنفسه. الأرواح بتتآلف لأن هي كانت في مكان تاني قبل كده مع بعض. المكان ده بقى كان حياة تانية، كان عند ربنا، كان يعني whatever فين. بس في الأول وفي الآخر إحنا أكيد كنا في مكان، والناس الموجودة في حياتنا دي موجودة لسبب وبشكل معين لسبب معين. والموضوع ما مشيش كده إنه ما حدش يعرف حد، أو دي أول تجربة. ده إحساسي. السر في مكان اسمه عالم الذر، أرواح زي ذرات النور في فضاء أبيض واسع. هناك ربنا جمعنا وسألنا ألست بربكم؟ وكلنا قلنا بلى. أنت مش صدفة، أنت بطل في رحلة مضيت على عقدها قبل ما تبدأ. اللي كتب البداية عارف يكتب أجمل نهاية.